خوتي المغاربه، السلام عليكم. سمعوا معايا هذا التسريب الصوتي الخطير المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب كما يدعون الى احد ضحايا الملقب ولد الشينويه. سمعوا معايا مزيان ونرجعوا للموضوع. شوف اخويا، انا اول ما جيت هنايا لدوبي كنت جيت عند واحد بنادم هو كان كيعرفها، هي اللي دارت ليه المشكل باش ما يعاودش يطلع هنايا. هي اللي بلوكات ليه الفيزا حيت هو كان كيدخل غير بالفيات. المهم كنت عند واحد بنادم واحده اخرى، هو كان فعليا كانوا عنده بنات. انا المهم هو كان كيخرجني، كنا 10 ديال البنات بينا. المهم هو خدام 24 ساعه ما كينعسش النهاريات. انا باش زدت نيت حقدت عليه واحد النهاريات. قال لك نمشيو عند واحد الزبون، مشينا انا وصاحبتي. الزبون جلسنا عنده حنا قول ما يقارب على 24 ساعه غير الشراب، يعني لا ماكله لا حتى شي حاجه، غير الشراب، وهو اللي مطلعنا يعني الطلب ديالو. هذاك الزبون صدق من اماره واحده اخرى، قال لك لا انا راه غادي غنمشي نسحب وغنجيب لكم الفلوس. وهو الزبون شنو دار؟ مشى هز الطوموبيل مشى في حالاته. منين مشى بحالاته فاش هضرنا معاه قلنا له رضا راه الزبون ديالك مشى بحالاته. هذا قال لنا نتوما يا الموسخات اللي ما عرفتوش كيفاش تقدروا الزبون وتسلبوا وتخليوه يجلس معاكم اذا درتوا له شي حاجه خايبه. وبدا يسب فينا، يسب 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 يسب، وهضر مع هذيك اللي حنا كنا عندها انا والبنت صاحبتي، ولا البنت صاحبتي باقا معايا على تواصل. تسريب صوتي خطير الاخوان اذا ثبت بالفعل بان هذه ضحيه من ضحايا ولد الشينويه. شو الطريقه كيفاش كتهضر، وشتو الاحداث اللي سردات، تقريبا نفس الاحداث اللي سردها المسمى هشام المداح، الزبون او الزبون، على اساس بانهم سلعه معروضه او محل تجاري كيجي الزبون باش يتقدى منه. وسمعتوا على حساب المصرحه بانها كتقول بانها ريحات مع زبون لمده ديال 24 ساعه في جلسة خمريه، والزبون ناض هرب عليهم واتصلت بالمسمى رضا كما قالت في التسجيل الصوتي هدايا، وبدا كيسب فيهم وكيقول لهم نتوما اللي ما رضيتوش الزبون والديفو راه فيكم وما عرفتوش كيفاش تاخذوا منه الفلوس الى اخره. التجاره ديال البشر الاخوان ما كتعتمدش بالضبط على، ما عندهاش موطن، تقدر تكون عابره للقارات. التجاره بالبشر هي جنايه خطيره كيعاقب على القانون المغربي عقوبه سالبه للحريه تقدر توصل حتى 30 سنه اذا ثبتت بالفعل. الابحاث لا زالت جاريه والجهات المعنيه لا زالت تبحث عن الحقيقه وتستدعي اطرافا. وكاينين مشاهير ولاو كيتخيفوا دي تيك توكر ومؤثرات كما يطلقون على انفسهم، وعلى حساب ما جاء على مسامعي. وانا هنا ما جيتش باش نطيح في فخ التشهير ولا نبدا نستغل نحط لكم اسم ديال شي فنانه ولا شي فنان معين ولا شي مؤثره كما كتنسب على نفسها ولا شي مؤثر معين، يعني من اجل جلب جيمات وعدد المشاهدات. كاينين معلومات كنتوصلوا بهم من خلال الناس اللي كاينين هنايا في الفيسبوك وفي التيك توك، ولكن الى حين التاكد منها والى حين يعني اخذ المعلومه من المصادر الموثوقه عاد يمكن لنا النشر ديالها. ولكن الخوف راه بادي على هاد المشاهير، وانا كنشوفهم في الخرجات ديالهم دابا حاليا او في لي ستوري ديالهم والفيديوهات ديالهم كيقولوا حنا ما دايرين والو وحنا ما واقع لينا والو وحنا اللي دار شي حاجه وكذا وانا الله، وبداو يستحضروا الله سبحان الله وبداو يستحضروا الاحاديث، وحنا اللي ما دايرش ما يخافش، وانا غير خدامه على راسي، وانا راه غير خدامه غير بالاشهارات، وانا خدامه غير بالاعلانات الى اخي لا اخي لا اخي لا اخ. ولكن من التحليل المنطقي ديالنا الاخوان بانه ديال الاشهارات ما يمكنش لك في 3 سنين غادا ديري منهم ضارب 120 مليون. واخا تكوني ويل سميث، واخا تكوني جينيفر انستون، واخا تكوني ديرينا الاشهار ديال النفحه الشتوكيه، ما غديريش ضرب في 3 سنين 120 مليون وطوموبيل والكونت بونكير والذهوبات والسفريات لتركيا كل شهر كل 20 يوم كل شهرين. ما غتعيشيش هاد الحياه ديال البذخ. ونحنا كاع ولاد السوشيال ميديا وكاع ولاد الظالمين وعارفين الطريق اللي كتجيب الفلوس والطريق اللي كيمشي فيها الانسان اللي قالوا كياكل منها طريف ديال الخبز بسيط، وحنا عارفين والدقه راها جايه ومشاهير وناس معروفين حتى في الوسط الفني على ما اظن بانهم تما غادي يكونوا متورطين في هذه القضايا. هذا التسجيل الصوتي اللي سمعناه هي غنعتبروها، نقدروا نعتبروا الاخوان ضحيه
بزاف ديال الناس ما يوافقونش الراي ويقولوا هي اللي كتبيع اللحم، ها السيده كتهضر بكل اريحيه وكتقول لهم كنمشي عند زبون وكنشربوا. وي تقدر تكون ضحيه، هي في نظر القانون ضحيه، ضحيه في ايد من؟ في ايد هادو اللي كيمارسوا الوساطه، هادو اللي كيتاجروا في البشر، هادو اللي خلاو السمعه ديال المغربيات في الخليج اقبح سمعه. تقدر المغربيه تما ماشيه بالدبلومات بالشواهد ديالها بالحرفه ديالها خدامه، ولكن ما يتبادر لاذهاننا يعني عندما نسمع بان شي وحده من العائله ديال شي فلان اختو عمتو بنت خالته في الخليج، اول حاجه كيجينا في الذهن ديالنا هي الفساد والدعاره الى اخره. وسخوها 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 بزاف. بقاتش المغربيه قادره تمشي للخليج، بقاتش. يقدر شي واحد عنده شي وحده في فاميلتو كيحشم كيستحي يقول لهم بان انا عندي وحده في فاميلتي كاينه في الكويت ولا في البحرين ولا في الامارات ولا في السعوديه ولا في عمان ولا في. كتسمع الزبون جا عندي الزبون عيط لي الزبون، حاطين التليفونات، الممارسات بالعلالي تما الزبون كيخلص، الممارسات الشاده اللي كيمارسها واقيلا على دوك الضحايا ديالو، على دوك اللي كيمشيو معاه كيخلص عليهم اموال طائله. ناس اغتناو. مشت واحد المؤثره كانت خرجات قالت لهم بانني درت ديور وعندي طوموبيله واحد تساوي الملايين ديال السنتيمات، وبانها كتشتغل واقيله في المجال ديال المقاوله الذاتيه وهي باقا صغيره السن. استعجبت ليها وحق الله العظيم، غير من خلال الطريقه ديال الحوار ديالها ما بانش لي بانها انسانه بالفعل بانها مقاوله وبانها عندها مقاوله، يعني من خلال الهضره ديالها ما بعيده كل البعد، بعيده كل البعد، فقط غير كيبغيو يدرقوا الشمس بالغربال. ومؤثرات اخرين فهمتيني اللي كانت عندهم لا حرفه لا مهنه لا حتى حاجه، مشاو الخليج جاو اغتناو ولاو اناس اخرين من اين لهم هذا الله اعلم، لا مستوى دراسي لا حرفه معينه في ايدهم ولا حتى حاجه. وكاين حتى في بعض الناس في الاوساط الفنيه، ما عرفتش انا ما غاديش نبدا نرمي صك الاتهام على شي واحد، ولكن الثروات اللي عندهم هي ثروات هائله، وكاينين فنانه معاهم في نفس الدومين ما واصلش للثروات اللي عندهم هما. السهرات الخاصه بمعنى واش كيجيبك هاد الشخص هذا وكتغني لي مثلا غير هو بوحدو، كيعطيك هاد الكم الهائل ديال الفلوس. راقصات كما صرح هذاك المسمى والشينويه، قال بان دا واحد الراقصه داها ب$20,000 اي 20 مليون سنتيم، خدا هو 6 ويعطاها هي 14. زعما هاد الراقصه اللي غتمشي ب20 مليون علاش غتشطح لينا مثلا؟ شكون هي؟ في عبدو روبي؟ شكون هي زعما 20 مليون غديها فقط من اجل الرقص؟ الهواريات كيمشيو ب6000 ريال، تبقى معاك من 10 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل وهي دردك وتركز وشاده الطريجه وتلعب رطيوه وما تخلي ما دير. الشيخه كتمشي للقياطن كتبقى تشطح وتغني وتهلل ويعلقوا لها تما يا 1600 1800 2400 ريال والليل كامل وهي خدامه وتركز. شنو هما زعما اللي كاينين فيك انت ما كاينينش في هاد الناس زعما؟ الا الله اعلم الله اعلم الا كان شي حاجه من غير رقص، انا ما غاديش نبدا نرمي عليكم هنايا في الاتهامات. نتوما كتعرفوا، نتوما اللي وليتوا كطلعوا في المنصات ديال التواصل الاجتماعي وكتبداو تفشخروا، خلاها امير راعيب، تتفشخرون علينا بان عندكم اموال وبانكم ما كتسعوش عباد الله وجايبين من عرق الجابين ديالكم وبانكم كتضربوا عليها تماره. وانا كنعرف هنا شباب حدايا في الدرب ساكن كيضربوا تماره من 6 الصباح حتى 12 ديال الليل، كيهزوا الصندوق، ها اللي كيبيع في الخضره، ها اللي مدير مسكينه كروسه ديال كيبيع الديسير وكيضربوا تماره حتى هما، وما واصلينش داك المستوى ولا ديك المعيشه اللي كتعيشوها نتوما يوميا في الاوتيلات، يوميا في الريستورات، يوميا الحوايج السيني، يوميا ها نتوما في هاد البلايص، نتوما مسافرين هنا، ها نتوما عندكم الفلوس وكتبداو تصوروا 20 مليون 15 مليون فيديوهات ها هما وعندكم وزعما، وكتجيبوا شي فنان وكتبداو ترميو عليه في الفلوس في الغرامه. منين داكشي؟ منين المصدر ديالو؟ نتوما حرفه ما عندكمش، ما عندكم، لا تتقنون فن الكلام غير من خلال الحوار ديالكم اللي كتحاوروا في منصات التواصل الاجتماعي يدل على مستواكم الثقافي والفكري والعلمي. انا كنعرف ناس قرات شدات لا ليسونس اللي شدات الماستر اللي شدات الدكتوراه وخدامين مبلغ ديال 9000 10000 درهم، وقراو وجاهدوا وما واصلينش داك المستوى اللي واصل ليه نتوما.
نتوما زعما السوشيال ميديا عاطياكم عنتوما شنو فيها اللي غنعرفوا هذا السر اللي كاين في السوشيال ميديا اللي كيخلي الانسان يجيو هاد الفلوس؟ الا كان العري وتخسر الهضره، راه واقيلا المغاربه كاملين غيوليو يخسروا الهضره باش يوصلوا داك المستوى المعيشي اللي واصلين ليه نتوما. الا كان الشطيح والرديح راه كلشي غيولي شطح ويردح. الا كان شي حاجه اخرى الله اعلم دايره في لي كوليس، هذيك هي اللي بغينا نعرفوا. وانا راه عارفكم بالاسماء، هاد لي تيك توكر وهاد لي زانفلونسوز اللي واصل اللي ما وصلتم اليه، راه عارف وعارف شنو كيوقع في لي كوليس. ولكن غير ملي غنشد وسيله الاثبات وداك الشيء غيطيح في يدي وغادي نفرجكم وحده بوحده. ورا الدقه جاياكم، راه كيما طاح كبيركم في السحر ذاك الذي كان يعلمكم السحر، النوبه راه جاياكم حتى نتوما. وراه واقيلا الريح والصهد وصلكم، راه منكم من بدا يخرجوا بدا كيقول لي مرا ملي عيطوا لنا البوليس غنحط اللي كاين واللي ما كايناش. راه بداو كيقولوها، بداو يحسوا بالصهد بانه قرب ليهم. زمن تفاهه ولا الاخوان؟ هاد الحمله التمشيطيه والله الا قلناها وتنبأنا بها قبل، قلنا راه غيجي واحد وقيته بان راه غتكون واحد الحمله على التافهين والتفاهه، حيت عاتوا في السوشيال ميديا فسادا. اقسم لكم برب العزه عاتوا في السوشيال ميديا فسادا. واللي كيقوم بشي جريمه ديما كيكون عنده واحد النسبه ديال الغلط، كيكونش خيط واخد الحيطه والحذر ديالو 100%، حيت غبي، حيت تافه غبي. يقدر يدوي في التليفون يقول اي حاجه، يصيفط لي فوكال، يصيفط الفيديوهات، غبي. كيقول انا ما عنديش مشكل، انا مشوه، انا كنعرف لي، انا كنمشي لي ديسكوتيك، انا كنمشي كذا. زيد من بعد ديك حريتك، هذيك حريتك الخاصه، هذيك حتى واحد ما عنده حق يتدخل فيها. سير الديسكوتيك ولا سير دير اللي بغيتي. ولكن ملي كتولي متورط في جرائم تحت ذريعه الشهره، تحت ذريعه بانني انا مشهور ندير اللي بغيت، اسمح لي، وكتطلع وكتقول لهم في السوشيال ميديا انا عندي ليا. راه ثلاث قلت لكم فيديوهات سابقه مهدمه للانسان. انا ولي وعندي، انا ابليسيه، لي قالها فرعون، عندي قالها قارون. بقاش تقول انا ولي وعندي. وهذا شغل من؟ هذا شغل الفقراء اللي كانوا عايشين عيشه تعيسه، عيشه بائسه. ملي بانت لهم شويه النعمه وبانت لهم شويه الفلوس، داك الحرمان اللي كانوا عايشين فيه اخوتي المغاربه، داك الحرمان اللي كانوا عايشين فيه كيبغيو يجسدوه في مواقع التواصل الاجتماعي باننا درنا انجاز وصلنا وبلغنا الذروه ديالنا، اننا كنعيشوا البطخ، باننا كناكلوا اي حاجه، كنشربوا اي حاجه، الفلوس موجوده، كلشي موجود. كيسوقوا ليكم هذا الشيء. علاش؟ باش الانسان يتزاد وتمسكوا به. وهكذا قصه المسيح الدجال اللي كنقراو عليها، يغوي الناس، هادو يغوون الناس. وصحاب الشعوذه وصحاب الليلات، يعني تا اصبحت الليله طقوس من طقوس المشروعه عندنا في المغرب. يعني الليله ولات مساله عاديه، ما اهل لغير الله اصبح حلال. وحنا كنعرفوا دوك الطقوس اللي كيمارسوا مثل هاد المؤثرين اللي كيديروا الشعوذه، ولا شي ناس في الوسط الفني كيجيبوا مثلا الذبيحه وكيبداو يرقصوا عليها ويشطحوا عليها ويمارسوا طقوس ويدوزوا على واحد النوع ديال البخور ويذكروا عليها شي اسماء. علاش؟ يقول لك سيدي من اجل جلب الرزق والدفع بالعيني والحسد وجلب الحبيب وكذا والقبول، والله اعلم. وديك الطقوس الشيطانيه. وراه حتى الناس دير الشعوذه اللي انتشروا في التيك توك، تا هما راه جايهم دقه وعقلوا عليها، تا هما راه جايهم النوبه. واموا لا نوبه، اموا لا نوبه، اموا لا نوبه. كاع اللي كيقوموا بهاد الاعمال الغير مشروعه جاياكم الدقه. كونوا اكيدين، حنا عارفينكم بانكم كنتوا في الخفاء، عمرنا ما غنقضيو عليكم، حيت الله نزل آية صريحة وبينة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا كاين في أي مكان، في أي بلد، في أي رقعة جغرافية كاينة في هذا الكون، كاين حقيقة حتمية. ما غيسالي تا نهار يسالي الكون. وكذلك الشعوذة والسحر، راه ما غيسالي تيسالي الكون. لكن إلا تفشى وطفى على السطح خاصو يتحارب،
خصو يتحارب، خصو يتحيد. انا هنا ماشي جاي فيكم كندير فيكم دياني ولا والله العظيم، حتى انا ليا من المعاصي وليا من الذنوب، الله يغفرها ليا، الله يغفرها ليا، ولكن ما كنبغيش نجهر حتى انا، ولا كنبغي نبين، ولا كنبغي نوضح شي حاجه، ما كنبغيش. عارف داكشي ما فيه فايده، ما فيه حتى حاجه. كدير شي حوايج خايبين، ما طلب المغفره، طلب، ما تبقاش مسجله عليك في التاريخ. وراك عارفين هاد الويل ديال السوشيال ميديا، راه طلع شي فيديو راه بقى ما كيتمحوش، لن يمحوها الدهر، صافي كيبقى خالدين فيها. فلي زانفلونسوز، المؤثرات الجميلات ديال المغرب بالبوتوكس والفيلر ولي كريم، يا من تدعون الثراء، يا من تدعون العفة والشرف والكرامة، نوبتكم جاية، وكونوا أكيدين بأن راه ما كاين لا مساهلة، لا تماطل، لا هوانة مع أشباه هادو اللي كيسميو راسهم مؤثرين. كان معكم مول كاسكيطة، تحياتي.